السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خبر جديد، الرئيس الأمريكي يستفز الصين بتصريحاته المثيرة مما جعلها تغضب وترد. وقبل ما نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة لكي يصلك الجديد. ساوى الرئيس الأمريكي جو بايدن بين نظيره الصيني شي جين بينغ والزعماء الدكتاتوريين بينما كان يتحدث الثلاثاء خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي بحضور الصحافة. وقال بايدن للمشاركين في الحفل الذي أقيم في شمال كاليفورنيا أن حادثة إسقاط الولايات المتحدة لمنطاد صيني في فبراير يعتقد أن للتجسس أغضبت الرئيس الصيني. وأضاف الرئيس الأمريكي السبب الذي جعل شي جين بينغ يستاء بشدة عندما أسقطت المنطاد الذي احتوى على صندوقين مليئين بمعدات التجسس هو أن لم يكن يعلم وجوده هناك. وتابع أن أتحدث بجدية، هذا هو الإحراج الكبير للدكتاتوريين عندما لا يعلمون ما الذي يحدث. وأشار بايدن إلى أن المنطاد لم يكن من المفترض أن يذهب إلى حيث كان هو لم يكن يعلم عنه شيئا. متابعا عندما تم إسقاطه شعر بإحراج شديد ونفى وجوده هناك. كما قلل بايدن البالغ 80 عاما والذي ترشح للولاية الآسية الثانية من المخاوف بشأن العملاق الآسيوي، قائلا للمانحين أن الصين تواجه صعوبات اقتصادية حقيقية. ومن جهتها نددت الصين الأربعاء كلام الرئيس معتبرة أنها من مناخ للناقد. وقالت الناطق باسم الخارجية الصينية ماو مينغ ردا على سؤال هذا بخصوص هذا الكلام من جانب الطرف الأمريكي مناف فعلا للمنطق وغير مسؤول ولا يعكس الواقع. وفي النهاية أتمنى أن تشترك معنا في القناة وشكرا على دعمكم.